السلام عليكم المتتبعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم هانيه؟ نتوما لاباس عليكم؟ كذا الخواتات الغاليات، تحيه كبيره للمغاربه ديالنا فيما كانوا، تحيه المغرب العربي. اليوم جيت نقدم معكم ونشارك معكم واحد الحرشه ديال الدار اللي كتكون من هاد المكونات. عندي 3 الكيسان ديال السميده ديال الحرشه، مقدار كاس ديال العنبه، وعندي واحد الكاس ديال الزيت، وعندي واحد البيضه، وعندي واحد السكر سنيده ولا السكر حبيبات، وعندي واحد 2 خمارات ديال الازا، خميره ديال الحلويات. انا غادي نستعمل غير وحده ونص، وعندي واحد فانيلا. نبداو على بركه الله. بسم الله. ندير شويه ديال الملحه، نضيف 3 الكيسان ديال السميده، ودابا غادي نضيف هذا الكاس ديال الزيت. ضفت عليه شويه ديال الزبده، الا بغيتو تضيفوا عليه الزبده الاختيار بقى ديالكم، ديروا غير الزيت. انا ضفت عليه شويه ديال الزبده، ها هي. بسم الله. وغادي نبسبسها شويه. بعد ما بسبستها هكا، دابا غادي نضيف واحد الازا. غادي نضيف واحد الازا، غادي نضيف غير النص ديالها. نبدا نخلط مع الازا. صافي، دابا غادي نخليها بجانب هادي. غادي نجيب واحد الاناء، وغادي نضيف واحد البيضه. من بعد ما ضفت البيضه درت واحد فاني، غادي نخلطها شويه. وغادي نضيف الكاس ديال سنيده. بغيتو تنقصوا الحلو، الا بغيتو تنقصوا الحلاوه تقدروا ديروها نص كاس، هي القطعه ديالكم، كل واحد الذوق ديالو. عندي هنا واحد الفاني، وضفت معاهم البيضه، خلطتهم هما الاولين مزيان، وعاد ضفت لهم واحد الكاس ديال سنيده ولا سكر حبيبات. بعد ما نسجموا ليا الخليط، نسجموا ليا العناصر كاملين. دابا غادي نضيف الحليب، كاس ديال الحليب. ودابا غادي نضيف الحليب، كاس ديال العنبه، ها هو في الاول. وغادي نضيف نص كاس ثاني. ودابا غادي نشد هذا الخليط ديال الحليب وغادي نضيفوه هنا، نديرو كامل. ودابا غادي نخلطهم، خاص يجي هاد القوام خفيف. صافي، كيجي بهذا القوام هذا، بهذا القوام هذا. وعندي هذا المون هذا، هو بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالسميده. ولا بغيتو ما تستعملوش هذا المون، استعملوا المقله ديال الحديد، هذيك المقله اللي كيديروا فيها المسمان وكنديروا فيها المخمار. انا استعملت هذه. ودابا غادي نضيف الخليط. بسم الله. خاصكم دهنوا المون ولا المقله، دهنوها بالزبده وترشوها بالسميده قبل ما تبداو، باش ملي تساليو ما تنشفش ليكم، حيت كتشرب هاد السميده وكتدير باش يبقى الخليط خفيف. بحال اللي درت انا، صبقت هذه هي الاولى، دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده عاد باش بديت ندير في الحرشه. صافي، ها هي. دابا غادي نخشيها في الفران على 180 درجه. غادي نشعلها من التحت، من طاب من التحت غادي نشعلها من الفوق. ها نتوما معايا. ها هي خرجتها من الفران، شتي كيفاش كتجي. كنتمنىكم تجربوها. انا دابا غادي نقلبها وغادي نوريكم كي كتجي. ولا بغيتو تستعملوها في هذا المو، ديروها في المقله. بعد ما قلبت الحرشه، ها هي خرجت بهذا الشكل هذا. كنتمنىكم تجربوها
وشكرا لكم بزاف المتتبعين ديال الاوفياء، شكرا لكم بزاف، كلمه الشكر قليله في حقكم. ومرحبا بكم في القناه ديالي، مرحبا بالقدام مرحبا بالجداد، وشكرا لكم بزاف على دوك التعاليق اللي كتكتبوا ليا وديروا لي كومونتير، كنفرح بزاف ملي كنشوفهم. وكنتمنى حتى انا نكون عند حسن ظنكم، حتى انا نشوف لكم الفيديوهات ديالكم بصدق واخلاص، نشوفوا لكم من الاول حتى الاخر. وديما كندخل عندكم وكندير لكم لايك وكندخل عندكم بالقلب الخالص، وكنتمنى لكم الخير والنجاح الدائم كاملين في قناتكم. واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها، اي واحد انه فاتح قناه الا وليه واحد الهدف، والله يسر اموركم والله يوفقكم داكشي كاع اللي كتمناو، وتوصلوا كاع الاحلام ديالكم اللي بغيتو ان شاء الله شويه شويه. اي واحد غادي يوصل داكشي اللي بغا. وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه مزيانه شنو بغيتو في حياتكم، وكنتمنى انكم ديروا لي واحد اللايك وديروا لي واحد البارطاج وديروا لي واحد الكومونتير زوين. علي شكرا لكم بزاف المتتبعين ديالي الاعزاء. نقطع معكم واحد الطرف شي شحال كتجي خفيفه وهشيشه. باقا سخونه، عاد خرجتها دابا من الفران وقلبتها ووريتها لكم. ها كتجي هشيشه بزاف، كنتمنىكم تجربوها. شتي ومواد جد اقتصاديه موجوده في اي بيت.